السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله انا هعمل النهاردة شوربة عدس على الطريقة التركية. هحط شوية زيت كده اهو يا جماعة، واحط بصلاية اهي واقلبها شوية كده. قلبت البصلاية شوية، تبلتها شوية، حطيت فيها كده البطاطس اهي، هي بطاطساية واحدة يعني حبة بطاطس، بطاطساية كبيرة. وهنا يا جماعة جزراية اهي زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ اشوحهم كده شوية. هسيبها بقى تتشوح شوية كده مع البصلاية هنسيب يعني البصلاية والبطاطس والجزر يتشوحوا مع بعض شوية. بصوا يا حبايبي انا بعمل ايه، هحط للعدس ايه بصل، هقطع البصل من هنا كده، مش هاخد العصيان بتاعته، هاخد الرز بتاعته هقطعها دلوقتي واوريكم هعملها ازاي. بصوا يا حبايبي البصل انا قطعته كده والعروق بتاعته اهي، طبعا انا ما حطيتش العروق، خدت بس رؤوس البصل اهي، وهقطعها بقى مع العدس واوريها لكم هنعمل بيها ايه يعني. بصوا يا حبايبي كده انا شوحت البصل اهي، شوحت الحاجه اهي مع بعضها، وانزل بالعدس معاهم كده زي ما انتم شايفين اهو. كده نزلت بالعدس يا جماعه نص كيلو عدس اهو، واحط كده اهو فصين توم عليها اهي اهو يا جماعه. وابدا بصوا اقطع البصل الاخضر اللي انا عملت العروش بتاعته كده اهو على العدس كده يا جماعه. يا جماعه بصوا يا حبايبي، احط بقى كده الميه عليه كده واسيبه بقى لما يستوي مع بعضه اهو يا جماعه. العدس استوى اهو، هبدا ان انا احطه في الخلاط واضربه ان شاء الله، احطه في الخلاط عشان اطحنه اهو. بسم الله. بصوا بقى ريحته يا جماعه، مش هقول لكم ريحته جميله جميله جميله. بصوا يا جماعه العدس بسم الله ما شاء الله، بصوا ضربته في الخلاط وصفيته، بصوا بسم الله ما شاء الله عليه. احط عليه قالب شوربه واحط عليه معلقه كمون اهو يا جماعه، واحط عليه شويه كزبره والملح اهو يا جماعه، واقلبه كده. بصوا بسم الله ما شاء الله ريحته جميله، بصوا ما شاء الله عليه. جربوا بقى الطريقه دي وهتعجبكم جدا. واحنا بقى الشتاء اهو دخلت بقى، كل سنه وانتم طيبين، ويدفي بقى في الشتاء وتحطوا عليه عيش ويبقى ايه بقى ومخلل وطعمه روعه بقى، يبقى الف هنا والشفا اهو يا جماعه. ولما يغلي بقى هيغلى، انا حطيته يغلي على البوتاجاز اهو، اديله غلوتين واطفي عليه اوريهولكوا بقى. العدس بصوا عامل ازاي، ريحته مش هقول لكم، طعمه روعه، ريحته جميله جدا وطعمه حكايه. هسمي الله كده هو خلص وايه، واحط كده في الطبق اهو يا جماعه. جربوه ان شاء الله، الطريقه دي هتعجبكم جدا ومغذيه وجميل حلو قوي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بحط على وشه كده
اهي يا حبايبي اهو شوية عدس، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة حكاية. جربوها يعجبكم جدا جدا جدا. وإن شاء الله يا حبايبي ما تنسوناش إن شاء الله في اللي انتوا حطينا لايك كده، وتشتركوا في القناة عشان إن شاء الله القناة تكبر بيكم حبايبي، ويوصل لكم مننا أحلى جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.